شوش الفاجعه اللي عشناها في زلزال الحوز. مازال عدد من اقاليم من عدد من المناطق اللي دايره في مدينه فاس واللي حسوا بالهزه. الاخوان هنا في التعاليق فايضا كيقولوا ان شعروا بالهزه. اتصل بنا قبل قليل واحد السيد من راس الماء في اقليم مولاي يعقوب في المنطقه ديال عين الشقف، ايضا اللي قال انه حسوا بالهزه هنا على مستوى اقليم مولاي يعقوب. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى اللطف ديالو، نتمنوا من الله سبحانه وتعالى. الاخوان في التعاليق خليونا في التعاليق ديالكم. غير اخويا ما باينش الله يحفظك، لا ما باينش الله يحفظك. فالاخوان في التعاليق يخليو لنا الهزه، كيفاش حسوا بها وشنو المناطق ديالهم كيفاش كانت. فالناس كتشوفوا معنا الناس خارجين هنا في حي الامل باب السيفر كما قلنا. الناس خارجين بعد ما حسوا بالهزه الارضيه اللي ضربات كما قلنا مع 11 و 48 دقيقه، مع 11 و 48 دقيقه الى حدود اللحظه. الناس مازال ما استوعبوش، الناس مازالين كيعيشوا تحت الصدمه. كما قلت الهزه شعروا بها عدد من الاقاليم، كما كان معنا المراسل ديالنا السي رشيد من الدار البيضاء، حسوا بها الناس من الرباط، حسوا بها الناس من بزاف ديال المناطق. الهزه حسب الاخبار، حسب مجموعه من المصادر كتقول ان كانت بقوه ديال 4.7 على مقياس ريشتر، سجل مركزها بخندق الحمراء بالقصر الكبير. التفاصيل غادي نرجعوا لها بعد قليل. فانا شخصيا ما حسيتش بالهزه. باش نقول لكم انا، اتصلوا بيا الاصدقاء ديالي قالوا لي راه كاينه الهزه في مدينه فاس.